هيحب فيها ام رجل مقطوعه دي؟ اسكتي بقى. سكتنا. هي عادل يا ابني واقف بعيد ليه؟ انا اسفه يا جماعه ان احنا خبينا عليكم حاجه زي كده، بس ده كان اتفاق معايا انا وعادل من الاول. عشان كده يا حبيبتي ما عملتيش فرح، ولما كل ما اجي اقول ان احنا عايزين نزوركم عادل بقى يتحجج له ويطلع لي ب1000 حجه، اصل هي ما عرفش راحت فين، اصل امها مش موجوده، وترى الموضوع في انك برقاوي. جرايه يا مرات ابويا في ايه؟ هو انت اللي هتتجوزي ولا انا؟ اختيار انا، ومفيش حد ان هو يتدخل في اختياري ابدا. بص يا عادل، بس انت غلطان. اول حاجه غلطان ان انت ما صرحتناش. هي دي حاجه بتاعت ربنا وكل حاجه، بس كان لازم تصارحنا برضه، لازم نبقى كنا عارفين. يا جماعه انتوا مالكم؟ ايه يا نور؟ ده حياته هو حر، محدش يتدخل في اموره الشخصيه خالص. انا عارف يا نور ان انا غلطان، انا خبيت عليكم، بس والله العظيم انا عملت كده علشان خاطر كلكم. كنتوا ممكن ترفضوا ان انا اتجوزها علشان خاطر الوضع اللي هي فيه، بس انا بحبها يا حاج وما اقدرش استغنى عنها، واكيد انت عمرك في حياتك ما تقف في طريقي. خلاص يا عادل، برضه هو حقهم لان هم اتفاجئوا، وانا